جيت ندهن شعري بزيت نواه التمر وقلت نقرا معاكم. شوفوا، انا راه عمرني كنت نحلم بشعري طوال، ولكن بفضل الله وبفضلك درت الوصفه ديال نواه التمر وولات عندي الخلفه وما بقاش شعري كيطيح. الله يفتح ليك بيبان الخير. كيف ما كتشاركي معنا الوصفات من قلبك البنات، ديروا الديرما رولر وديروا زيت نواه التمر، راه خطير. شوفوا البنات، واخا نشكر لكم تنعيه. زيت نواه التمر ما غنوفيهاش حقها، حيتاش والله حتى بصح واعره البنات. عافاكم جربوها البنات، ما غيبقاش عندكم تساقط. ومن الغسله الثانيه واحد البنت قالت لي 7 ايام اختي، من الغسله الثانيه ما غيبقاش عندك التساقط، غتاخديه هو وداك الدخه ديالو. البنات اللي بغاو الوصفه انا دايره لها تثبيت في الصفحه الفوق، اون فوا غتدخلي غتلقيها وتاخدي يا اختي وتدخليها ليا الرويس ديالك بحال هكا، فيها واحد الريحه فنه 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 ما عندكم مناش. والله ما خصنيش نبقى نحلف بزاف، ولكن بصح غدير لكم الخلفه وغتمنع لكم التساقط. وقولوا قالتها غيزلان. شوفي كتاخديها حبيبه ديالي بحال هكا وكتفركي ليا الجلده ديال راسك بحال هكا، يدخل الزيت مزيان 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 بحال هكا، وتفكريني واش ما غتوليش عندك الخلفه، واش ما غيحبس لك التساقط من السيمانه الثانيه. البنات جربوا ليا زيت نواه التمر كيف ما شكراتو هذه وشكروه بزاف ديال البنات وردوا عليا الخبر. ما تنساوش ليا الحجبان ديالكم هكا، ما تنساوهمش بحال هكا، فركوهم ليا مزيان وتفكروني لما ولات عندكم الحجبان حتى هما خالفين والشعر خالف وكلشي فيه الخلفه.